السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم المحبوبة، والحمد لله أنا بعتبرها قناة المعلومات الصحيحة الأولى لإخواتي ذوي الهمم. أولا الفيديو دوت أنا عامله لأنه طلب مني إحدى إخواتي المعاقين، قال لي بعد إذنك يا أستاذ أحمد اتكلم لنا في موضوع الجوابات النتائج المتأخرة، لأن في ناس بتنصب عليها. تمام؟ فأنا بحثت في الموضوع دوت وتوصلت الآتي. أولا اي حد مكتوب، لا يعني لما بيجي يعمل بحث على الموقع ويبقى مكتوب تحت المراجعه الجوابات اتاخرت، مش عشان اغلب الناس ساقطه، لا مش دي القصه. الجوابات اتاخرت في الطلوع لان في ناس ما تستحقش ضربه تقارير مش عارف ايه. حلو. فعايز اقول لكم عربيه محمله بالملفات، عربيه نص نقل محمله بالملفات عشان تتراجع في إدارة عليا. تمام؟ فالموضوع ما يقلقش، لكن هيحصل تأخير في ظهور النتائج عشان بتتم المتابعة أو المراجعة العميقة. ماشي؟ وأنا طالب مني الفيديو دوت ليه؟ لأن في راجل محترم قال لي يا أستاذ أحمد في ناس بتنصب على المعاقين في موضوع النتائج، واللي أنا فهمته منه إن بيجي الشخص المعاق يقول أنا كشفت والعربيه جايه من بره وجايه من جوه ومش عارف جايه منين، فانا عايز اعرف النتيجه. فيجي واحد الحمد لله يعني مش متربي اصلا يقول انا هجيب لك النتيجه، بس النتيجه ب1000 وب2000 وب3. الكلام ده كله عار من الصحه، الكلام ده كله عار من الصحه. كده كده نتيجتك هتظهر على الموقع او هتظهر في المجالس الطبيه، دول المصدرين الوحيدين اللي انت هتتابع بيهم النتيجه بتاعتك. تمام؟ عايز تطمن اسرع هتروح المجالس، لو قال لك على الموقع يبقى على الموقع. ماشي؟ لان هو الموضوع مش تقاعس موظفين عن اداء وظيفه عملهم، لا، هو الموضوع بيتم المراجعات، لان احنا قلنا قبل كده اللي جاي كان مصطفى واللي جاي ده درش تاني خالص. اوكي؟ فما حدش يمشي يا جماعه ورا النصابين اللي يقول لك انا هجيب لك الجواب واخد منك مش عارف الكلام ده كله غلط. انا عايز اقول لكم حاجه برضو، معلومه تانية مهمه. بتطلع ناس على الفيس تقول لك انا شغال في الشؤون، انا شغال في المجالس. الكلام ده كله غلط اصلا. ده سوري انا اسف، الموظفين سواء في الشؤون او في المجالس بيخضع تحت الرقابه الاداريه، فلو اتعكش هيتنتش. كويس كده؟ بامر الفيديو الجاي برضه يا ريت هو كمان تشيروه، عشان دوت بيحمي اخواتي ذوي الهمم من ان حد يستعبطهم. والله بجد بامانه انا بشوف حاجات انا شخصيا كده اضحك على ذوي الهمم، اصلا بضحك على اللي بيتعمل فيهم. مفيش اصلا نقطه دماغ ولا نقطه تفكير اصلا، انا مش فاهم ازاي. فتابعوني برضه في الفيديو الجاي ان شاء الله، برضه هيكون مهم. والله يكرمكم شير الفيديو ولايك وشير وفعل زر الجرس. تمام كده؟ والله الكل هيستفاد. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.